إخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديو آخر من فيديوهات المخصصة للعقار. موضوع اليوم هو موضوع مهم بالنسبة للأشخاص اللي باغيين يشريو العقار ديالهم، خصوصا العقار السكني، وما عارفين شنو هما الأمور اللي خصهم يردوا ليها أو يردوا ليهم البال باش ما يوقعوش في مشاكل من بعد. إذن في هذا الفيديو غادي نعطيكم بعض الأمور اللي خصكم يعني تسولوها ولا تردوا ليها البال كما قلت، باش يكون الاستثمار ديالكم أو اقتناء هذا العقار اللي غتاخدو يكون في المستوى المطلوب. بقاو معايا. وكما شفتوا في العنوان، شنو خصنا نشوفوا قبل ما نشريو العقار ديالنا على سورتو يعني العقار السكني، ولكن ممكن ايضا في العقار التجاري او العقار المهني. يعني نفس الحوايج اللي غادي نهضر عليهم في هذا الفيديو يقدروا يطبقوا في انواع العقارات الاخرى، ولكن خص شويه يتادبطوا معهم. غنقسم هاد الامور الى زعما ثلاثه ديال المحاور. المحور الاول هو الوضعيه التقنيه ديال هذاك العقار. المحور الثاني تكون الوضعيه القانونيه، والمحور الثالث هو الوضعيه طبيعه الحال الماليه. بالنسبه للوضعيه التقنيه، الوضعيه التقنيه كتكون بصفه عامه هي الوضعيه اللي فيها شويه الحركه، شويه ديال الخدمه كما كنقولوا، لانها كتستلزم قوة الملاحظة، الانتباه الكبير، التنقل إلى العقار اللي باغيين نشريو. يعني فيها شوية ديال المجهود يعني البدني. من بين الأمور الأولى اللي خصنا نشوفوها هي المحيط ديال هذاك العقار اللي بغينا نشريو. ملي كنقول المحيط كنهضروا على أنا عندي مثلا سيارة، واش عندي فين نوقف، فين ستاسيوني، واش هذاك العقار اللي غادي ناخذ في هذيك العماره وفي هذيك الملكيه المشتركه او في او دار اللي غادي ناخذ ولا ديك الفيلا، واش كاين فين نستاسيوني، واش كاين كراج، واش كاين باركينغ الى غير ذلك من الامور. يعني هذه الناس اللي مثلا عندهم سياره، يعني كنعطي امثله. الواحد يشوف الجيران ديالو، يعني الجيران القراب. واش انا مثلا الا شريت واحد المنزل ولا واحد العقار بواحد المستوى، واش الجيران ديالي ماشيين في نفس المستوى او كاين واحد التفاوت في المستويات. يعني انا شاري مثلا دار ب 90 مليون او 100 مليون، ومثلا الدار اللي حدايا او الدار اللي في الجنب ديالي يعني زعما منازل آيلة للسقوط مثلا. يعني كنهضر في هذا المنحى هذا. بطبيعة الحال الجيران بالنسبة للناس يعني كأشخاص هذيك كتبقى أمور أخرى اللي الواحد كيسول الجيران بطبيعة الحال، واش مزيان واش مزيانين، هذه كتسول بصفة عامة. كنهضر يعني بصفة تقنية، يعني تقنيا. واحد ايضا خصو يشوف وسائل النقل. ما عندكش السياره ولكن تحتاج مثلا تمشي في المواصلات العامه، مثلا الطوبيسات، مثلا سيارات الاجره الصغيره او الكبيره. واش كاين شي محطه القطار، واش كاين شي محطه الكيران، واش هاد الوسائل قراب. يعني كاين شي حوايج اللي كنستعملوهم يوميا بطبيعة الحال. يعني واحد ما عندوش سيارة كيستعمل مثلا طاكسي أو البوس. واحد اللي كيمشي أو كيسافر بشكل يعني كبير يقد يشوف واش حداه محطة القطار، واش حداه محطة ديال الكيران إلى غير ذلك من الأمور. يعني هاد ثلاث شويه كنعطي أمثلة، ولكن الواحد كيأدابطيهم على حسب المتطلبات الشخصية ديالو من هذاك العقار. يعني هاد الأمور اللي خصنا نشوفوها. بالنسبه للناس اللي كتشوف او كتشري العقار ديالها في وسط المدينه، في وسط المدينه، يعني في وسط المدينه يعني بصفه عامه في المجال الحضاري، شوف واش كاين الضجيج على برا. كاين شي ناس اللي ملي كيسكنوا في وحده كتكون كلها مزيانه، ولكن كيشوف انه من بعد ما يسكن كيلقى ان كاين واحد النوع من الصداع. ما كنهضرش على الصداع ديال الشارع، يعني شي مرات كيكون ما كاينش الصداع في الشارع، ولكن كاين الصداع مثلا في الاقامه اللي راني ساكن فيها. كيكون مثلا انا شريت واحد الشقه،
وديك الشقة عندها واحد كتطل على واحد لاكوغ، وهاديك لاكوغ يعني كبيرة، وكيكونوا فيها مثلًا ولاد الصغار وكيلعبوا في الليل، يعني يمكن يجي يرتاح مثلًا كنلقى أن الولاد الصغار كيخرجوا مع 5 6 ديال العشية كيبقاو يلعبوا مثلًا. يعني الوضعية ديال هذاك العقار ما خصناش ننساو حسب أيضًا واش الصيف واش الشتا. كاين بعض المدن مثلًا اللي الطبيعة ديالهم أنهم مدن يعني كيستقبلوا الناس بزاف في الصيف، يقد يكون الضجيج أكثر في الصيف مثلًا أكثر من الشتاء، يعني إلى غير ذلك من هاد الأمثلة هادو. النقطة الثانية في هاد يعني في الوضعية التقنية خصنا أيضًا نختاروا أننا نشريو شي عقار في الملكية المشتركة، خصنا نشوفوا يعني هاد الأجزاء المشتركة الذين يكونوا أيضًا من النصيب ديالنا، نشوفوا التاريخ ديال البناء ديال هذاك العقار أو هذيك الملكية المشتركة، نشوفوا الحالة ديال الواجهة ديالها، إذا كانت الواجهة نقية مزيانة كاين واحد النوع من الصيانة ديال هذيك الواجهة كتعطيك واحد الفكرة على أن هذوك الناس يعني رادين البال لهذيك الإقامة وما كاينش واحد التسيب في التسيير. نشوف الحالة العامة، واش كاين نظافة، واش كاين الحراسة، واش كاين مصاعد يعني ما واقفاش، كنشوف واش كاين سنديك يعني مهني ولا سنديك غير من السكان. يعني كاين شي حوايج في الظاهر كتبان واش عارف ديك الإقامة مزيانة ولا لا، حقاش ملي كنشري عقار في ملك مشترك راه كنشري أيضًا واحد الحق في الملك المشترك اللي خص يكون حتى هو مزيان. ملي كنفوتوا للعقار بحد ذاته خصنا نشوفوا الفينيسيون يعني التشطيب ديالو واش كاين شي فينيسيون مزيانة أو لا. مثلا دار اللي فيها يعني كاليتي ديال السانيتير مزيانه ماشي هي الدار اللي كاليتي ديال السانيتير ديالها ماشي مزيان. يعني الكاليتي ديال او الجوده ديال دوك يعني الحاله ديال الارض يعني الزليج الرخام، النوع ديال الصباغه، النوع ديال الكهرباء اللي مستعمل الى غير ذلك من الامور اللي يعني حتى الباب شي مرات كتشوف واش صحيحه ولا لا. هاد الحوايج هادو الواحد خصو يشوفهم واش مزيانين ولا لا. يعني الجوده ديال البناء بصفه عامه كتكون مهمه. حاجه اخرى هي لاميناجمون او الفصاله ديال هذيك الدار. شي مرات كتلقى كتدخل واحد الدار يعني كتشوف ان الموقع ديال العقار مزيان، كتشوف ان المواصلات كاينه، كتشوف المدارس كاينه، كل شيء قريب، كل شيء مزيان اكسيتيرا. جاي في الموقع هذا كتدخل كتلقى الفصاله ديالها عوجه، يا اما فوسيكير يا اما الكوزينه كتشوف في البيت، يا اما يعني كتلقاها شويه مرونه. هذا كيلعب دور يعني خص هادي تعيش في هذيك الدار. الا تعيش في هذيك الدار خص يكون واحد النوع من الترتيب، يعني البيوت خصهم يكونوا مع البيوت، فيهم حمام مثلا، الصاله بعيده نوعا ما على البيوت، او الكوزينه قريبه من الدخله ديال الدار. بحال هاد الامور يعني خصنا نشوفوها. ايضا المساحه واش عندنا مساحه اللي كنعيشوا فيها اكثر، او عندنا التراس اكثر او البالكون اكثر، واش عندنا بالكون ولا ما عندناش بالكون، واش يعني بزاف ديال الامور اللي داخله في الحاله ديال هذاك العقار اللي غادي نشريو. بصفه عامه خصنا نشوفوا حتى واش كاين شي مشاكل غير زعما ظاهريه، واش كاين الغموله، واش كاين الرطوبه، واش كاين واحد المشاكل ديال لي طونشيت يعني الزفت سواء في العقار الا كان غادي نشريو دار ولا فيلا، او في الاجزاء المشتركه الا كنا غادي نشريو في واحد العماره. نسول واش كاين واحد يعني اضرار ناجمه كتبان لنا على الواجهه، يعني كاين شي امور اللي يقدروا يبانوا لينا. الدار مهويه الا حلينا واش كاين الهواء، واش ما كاينش هواء، واش مغمومه. شي مرات راه كندخلوا للدار وكيبان لينا انها ماشي حتى تما، وواحد خصو يحضر راسو في بعض المرات انه كيشوف الدار في يعني في الانترنت، كيشوف التصاور مزيان اكسيتيرا، ولكن ملي كيمشي العقار كيلقى ان هذاك الشيء اللي شافوه في الصور ماشي هو في الحقيقه. داكشي علاش الواحد ملي كيمشي ياخذ شي دار خص دائما يدير واحد الزياره، يعني يدير الزياره في الصباح، يدير الزياره في الليل، يدير الزياره في العشيه، في الويكاند، الزياره في العطله الا كان هكا. داكشي علاش الواحد خص ياخذ الوقت الكافي باش يتخذ القرار. طبعا كاين شي ناس اللي كيكون عندهم واحد الشراء اللي يعني حماسي نوعا ما، يعني كيشوفوا الدار وكتعجبهم وكيمشيو بسرعه، ولكن شخصيا كنقول انه واحد باش
يعني ياخذ فكرة كاملة على هذاك العقار، الأحسن تفوت عليه على الأقل يعني واحد العام، على الأقل يعني كنقول العام، يعني الواحد كيدور على خاطرو كيشوف مزيان. عام بالنسبة ليا فترة كافية، يعني كيفوت عليها جميع الفصول، كيفوت عليها رمضان، كيفوت عليها العطلة الصيفية، كيفوت عليها العطل الموسمية، كتشوف كيفاش كتكون الحالة ديال هذاك المحيط ديال هذاك العقار على طول العام، ملي كطيح الشتا واش مزيانة، ما كيكونش الشمس واش مزيانة، ما كتكون الحرارة واش مزيانة، الاتجاه ديالها يعني في الصيف واش الشمس كضرب فيها بزاف، واش في الشتا كضرب فيها الشمس بزاف. كاين بزاف ديال الحوايج اللي كنشوفوهم وملي كنبغيو ندخلوا لهذاك العقار او نشريوه، يكون عندنا واحد الفكرة عامة، يعني باش نقلوا المخاطر ديال ان هذيك الدار اللي غادي ناخذوها ما غاديش تكون يعني تخرج لنا شي حاجه مجنيه، واخا انه شي حاجه يعني مخاطره صفر او الخطر مخاطره يعني كاين شي حاجه بدون مخاطره بغيت نقول، يعني يقدروا يكونوا شي حوايج اللي ماشي مزيانين مع الوقت، هذه حاجه طبيعيه، ولكن الهدف هو اننا نقلوا من هذوك الحوايج او السلبيات اللي ماشي مزيان. وطبعا كما كنقول ملي كنختاروا واحد العقار ضروري خصنا نديروا واحد يعني واحد الجدول، الحوايج اللي باغيين، الحوايج اللي ما باغيينش، ومع مرور الوقت الحوايج اللي كنبغيو حنايا يعني واحد العقار ما غاديش نلقاو فيه الحاجه اللي باغيين يعني كلها تكون فيه، يعني بريسك امبوسيبل. يعني واخا تمشي تتبني هذاك العقار شي مرات كاين شي حوايج ما تلقاهمش، شي حوايج ما كاينينش بكل بساطه. يعني الاولويات خصنا يكونوا محددين. عندي انا مثلا نبغي نشري واحد الدار، خص ضروري هذيك الدار تكون حداها مدرسه، يعني هذه اولويه. يعني ما كانش هذه واخا يكونوا حوايج اخرين ما يعني الا حددنا الاولويات ومن بعد يكونوا شي حوايج اخرين اللي ما كاينينش يعني نقدروا نعيشوا بلا بهم او من بعد نقدروا نزيدوهم ماشي مشكل. يعني كاين شي حوايج نقدروا ناثروا فيهم او ندخلوا فيهم، وكاين شي امور اللي ما يمكنش. يعني مثلا انايا باغي يكون حدايا جامع، وانت حداك ما كاين حتى شي بقعه اللي يقدر تبنى فيها جامع، وما كاينش شي حاجه اللي كتقول عليه يتبنى، يعني هذا ديجا راه عندك واحد المؤشر. يعني بحال هاد الامور خص واحد يكتبهم ويقيدهم، ومع مرور الوقت ملي كيدور وملي كيشوف يقد شي حوايج يحيدهم، لحقاش يمكن الى زاد هذه الثمن هذه يرتفع، الى نقص هذه غادي يوصل للميزانيه ديالو الى غير ذلك. هذا بالنسبه للمحور التقني. المحور القانوني هو نشوفوا هذاك العقار، يعني بطبيعه الحال العمل ديال الموثق ملي غادي نمشيو نشريو مهم. انت من غادي تشري، واش غادي تشري يعني عقار كامل، واش غادي تشري عقار ماشي كامل يعني سيمي فيني، واش غادي دير كونطرا ديال ريزيرفاسيون، واش غادي تشري على البلان، واش هذاك العقار محفظ ولا ماشي محفظ، واش هذاك عقار ملك خاص ولا ملك مشترك، واش فيه الورثه، واش هذاك العقار فيه مشاكل، واش فيه رهون، واش كتسالو الضريبه. المهم هاد الامور يعني طبيعه الحال كيديرهم الموثق، ولكن ما فيها باس ان الواحد يعرفها باش حتى هو من يسول الموثق يعرف شنو كاين، او من غادي يمشي يسول هذاك الشخص اللي غادي يشري من عنده يكون عارف نوعا ما شنو على من داخل، ماشي حتى يوصل النهار اللي يبغي يشري والموثق يقول له راه اتونسيون راه كاين هذه كاين، يعني يمشي مضيع الوقت كامل وهو العقار عاجبه وفي التالي يصدق رجع للور. يعني ما فيها باس الواحد يطلب هذه الامور ولا يسول عليها. المحور الثالث هو المحور المالي اللي مهم بطبيعه الحال. والمحور المالي خصوصا على حسب الميزانيه، يعني انايا حددت الميزانيه ديالي في 60 مليون. هذيك 60 مليون اللي حددتها من غادي نضرب دوره بطبيعه الحال على ديك المدينه اللي انا فيها. اصلا غادي يبانوا لي الاماكن او المواقع اللي اصلا غاليين، يعني فايتين الميزانيه ديالي. يعني مثلا مناطق فيهم 70 80 100 مليون، انا اصلا ما غاديش نمشي نقلب تما. مشيت قلبت تما غادي نضيع الوقت. يعني في الاول الواحد كيسول كيعرف المناطق اللي مزيانه على حسب الميزانيه ديالو وتما كيبدا. ماشي انايا عندي ميزانيه محدوده في 60 مليون وغادي نمشي للمنطقه اللي فيها مثلا 200 مليون و 300 مليون مثلا. كنشوف او من كنحدد عاوتاني هذاك المجال اللي غادي نقلب فيه، نشوف عاوتاني المنافسه، رد البال المنافسه.
يعني حاليا كاين مواقع في الانترنت كيديروا هاد القضيه باش نقارنوا. الناس كيسولوا سمس ريال عساسه. تقد تعيط للناس اللي كيديروا هذوك لي زانونس يعني في المنازل ديالهم. كاين لي زاجونس، يعني كاين بزاف ديال المصادر اللي الواحد يقد يستعملها باش يدير واحد نوعا ما واحد الدراسه مصغره للاثمنه ديال المنافسه. وطبيعه الحال ملي كنقارنوا الاثمنه كنقارنوا حتى الموقع، كنقارنوا العقار بحد ذاته، لحقاش ما تمشيش تقارن واحد الدار في ملك مشترك مع دار مستقله مثلا او فيلا. يعني خصنا نقارنوا الحوايج اللي كتقارن. ماشي مثلا نقارن مثلا دار اللي جايه في الدوزيام ايطاج مع واحد الدار اللي جايه في النافيام ايطاج في عماره اخرى في بلاصه اخرى. خصنا نحاولوا هذوك كنسيليكسيونيو هذوك الدور او المنازل ولا العقارات اللي باغيين واللي عجبونا، كنبقاو نديروا اون كومباريزون على الحاجه اللي كتكومبارا. داكوغ. الفصاله حتى هي كتدخل كما هضرت في الاول في التقني، كتدخل حتى هي في تحديد الثمن. يعني كتدخل عند منعش عقاري وكتقول له انا باغي كذا وكذا وكذا، هو كيوري لك يعني عقار اللي كيختلف نوعا ما ولا فيه واحد السلبيات. هذوك السلبيات اللي قد الواحد يلعب عليهم باش يحاول ياخذ واحد التخفيض نوعا ما. يعني الثمن كيكون ايضا على حساب انت شنو بغيتي والاولويات ديالك. يعني شي مرات تقد تموديفي هذيك الميزانيه، تزيد مليون، تزيد جوج، تقول انا ناخذ مثلا هاد الدار لحقاش فيها كراج ولا لحقاش فيها باركينغ ولا لحقاش فيها هادي ولا لحقاش فيها. يعني كاين واحد نوع من كتادابطا على حساب يعني هذاك الطلب ديالك. يعني الا تقدر واحد شويه ديال التضحيه نوعا ما ماليه باش تاخذ هذاك الشيء اللي باغي. ولكن كما قلت في الاول، الا حددتي الاولويات ديالك وعرفتي يعني فريمون شنو باغي على حساب الاستعمال ديالك الحالي او الاستعمال المستقبلي. شي واحد يكون مثلا مجوج عنده جوج ولاد او غادي يدير الاولاد ان شاء الله، او هذا راه خص ياخذ في عين الاعتبار هاد العناصر اللي تقد تجيه من بعد. انا مثلا غادي نمشي نشري دار فيها غير بيت وصالة بواحد الثمن مناسب، ولكن الى انا غادي نتزوج وباغي ندير عائله ويكون عندي اولاد اكسترا، شويه ماشي هي هذيك. يعني الواحد خصو بطبيعه الحال يرد البال لهاد الامور. ونتمنى ان هاد النقط اللي اشرت لها في هذا الفيديو يكونوا عاونوكم نوعا ما في النظره ديالكم على البحث على العقار ديالكم. نتمنى لكم فرصه يعني تجي لكم في الحياه ديالكم انكم تلقاو العقار المناسب ديالكم. نتمنى لكم يوم موفق، ونضرب لكم ان شاء الله موعد فيديو قادم بحول الله. سلام عليكم.